ومع دخول الميت القبر في ليلته الأولى يعود الجسم لمرحلة الرخاوة الرمية الأخيرة التي تعلم بمرحلة التحلل الذاتي التام. وتبدأ مرحلة التحلل عن طريق هجوم ملايين البكتيريا والميكروبات الجائعة التي كانت تتعايش بشكل طبيعي داخل جسم الإنسان وأمعائه، بينما كانت تعمل أثناء حياته لمصلحته تحت سيطرة جهاز المناعة. ومع انهيار جهاز المناعة تبدأ هذه الأعداد المهولة النهمة في التهام كل ما تقابله أمامها، فتغزو الدم والشرايين والأعضاء أولا. وفي الليلة الثانية من القبر تبدأ آثار التحلل في الظهور على هيئة بقع خضراء بأسفل يمين البطن، بعدما بدأت البكتيريا تتغذى على الأمعاء حيث مناطق تواجدها بكثرة. في الليلة الثالثة يدخل الجسم مرحلة كبيرة من التعفن الرمي الذي يظهر على هيئة انتفاخ الجسد وجحوظ العينين وتشقق الجلد وبروز اللسان، حيث تنبعث كمية كبيرة من الغازات كريهة الرائحة الناجمة عن عملية التحلل كالأمونيا وكبريتيد الهيدروجين. في الليلة الرابعة في القبر تجذب هذه الغازات كمية كبيرة من الحشرات والزواحف إلى الجسم الرطب بفعل سوائل التعفن، فتضع البيض على الجسم. في الليلة الخامسة في القبر ينفجر يمين البطن تحت ضغط الغازات الناجمة عن التحلل، ويبدأ تسرب الأعضاء المتحللة على هيئة سوائل تعفن تنتشر في أرضية القبر. في الليلة السادسة تفقس بويضات الحشرات مفرزة ديدانا وحشرات وعناكب تواصل الهجوم بضراوة على ما تبقى من أعضاء متغذية عليها. في الليلة الخامسة عشر تسيل مقلة العين وتتساقط الأظافر والشعر وأعضاء التناسل. بعد 3 أشهر تكون الحشرات والديدان قد تغذت تماما على جميع الأنسجة الرخوة، تاركة العظام متصلة ببعضها بمجموعة من الأربطة والعضلات. بعد 6 أشهر تتحلل العضلات وتبقى العظام متصلة ببعضها عن طريق الأربطة. بعد عام تتحلل الأربطة وتبقى العظام منفصلة تماما عن بعضها البعض، كل عظمة بمفردها، وقد ترسب عليها الحديد الذي كان موجودا بالجسم بعد تأكسده محولا إياها للون البني. تستمر العظام في عملية تحلل بطيء تتمثل في فقد ذرات الكربون، مما يؤدي إلى انخفاض وزنها عاما بعد الآخر، لكنها تظل محتفظة بشكلها وهيئتها الخارجية. تبدأ مرحلة التحلل الحقيقي للعظام بعد 80 عاما تقريبا، حيث يتبقى فقط قشرة جافة فارغة تماما من الداخل، تتحلل هي الأخرى بعد مرور 20 سنة إضافية، لتندثر العظام تماما عدا عظم الذنب بعد 100 عام لتصبح جزءا من ذاكرة التراب، معيدة للتراب كل العناصر الرئيسية التي شكلت جسد الإنسان وغذاءه طوال فترة حياته. فصدق القائل جل وعلا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. وقبل أن نبدأ في مرحلة الاستثناءات، أردت أن ألقي نظرة هنا على آيات لحظات الموت في القرآن الكريم ومقارنتها بما انتهى إليه أبحاث علم الموت في أعظم جامعات العالم. فوجدت العجب العجاب. إحدى الجامعات الأمريكية بنيويورك يقول الباحث فيها نصا إن الميت لحظة الموت كرجل شرب كمية مهولة من الخمر ووصل لمرحلة التسمم من السكر، هو يسمع ويرى دون أن يستطيع التحرك أو النطق أو الهرب. يقول تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. إعجاز التعبير القرآني مذهل. سكرة الموت، لم يستخدم هذا الوصف من قبل بشر قبل هذا التعبير القرآني العجيب. تقول جامعة فيرجينيا إن الروح تبدأ في الانسحاب من الأطراف حتى تتجمع في الرأس وتخرج من الفم وفق الإشارات الواردة بجهاز الرسم المغناطيسي. يقول تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. يقول تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق ترجعونها إن كنتم صادقين. صدقت يا رب العالمين. وكل آيات الموت في القرآن الكريم تشهد شهادة يقينية جازمة بأن هذا الكتاب هو الحق لا ريب فيه هدى للمتقين. أما آية منها خلقناكم وفيها نعيدكم، ففي هذه الآية تحديدا إعجاز علمي يستحيل على صاحب عقل أن ينكره. فقد أثبتت التحاليل الكيميائية في الثمانينيات لجسم الإنسان أنه يتكون أساسا من الماء بنسبة 54% إلى 70%، ودهون 14% إلى 26%، وبروتينات 11% إلى 17%، وكربوهيدرات بنسبة 1%، وعناصر ومركبات غير عضوية من 5 إلى 6%.
وفي عام 2004 أتى التحليل الأكثر دقة من جامعة مونتريال الكندية، ومطابقا للتحاليل السابقة لكن بشكل أكثر تفصيلا، بنسبة دقيقة للعناصر: الأكسجين 65%، الكربون 18%، الهيدروجين 10%، النيتروجين 3%، الكالسيوم 1.4%، الفوسفور 7%، الكبريت 2%، البوتاسيوم 18%، الصوديوم 1%، الكلور 1%، المغنيسيوم 4%، و1% عناصر نادرة تشمل اليود والفلور والحديد والنحاس وغيرها. وما يذهل حقا هو أن هذه التركيبة هي نفس التركيبة الكيميائية لتراب الأرض حين يختلط بالماء، أي الطين. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازب. ويقول تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وما كان من التراب يعود حتما إلى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، تبارك اسمه وتقدس كتابه، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه.